السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم مهنيين وباحسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم جبت لكم تحليه بزاف بزاف بنينه، سورتو مع الصيف ومع السخانه. على بالي هاد التحليه راح تعجبكم. تبعوا معايا خياتي الطريقه بالتفصيل وما تراتيو ولا لقطه. هنا اول حاجه نبداو بها هي الكريمه الليمون. عندي هنا كاس غير ربع من عصير الليمون، مع كاس ماشي معمر مليح من الماء. عندي نص كاس سكر هكذا البنات، وعندي 3 مغارف كبار مايزينا. اذا كانوا المغارف تاعكم يعني عمرتوهم بيان، يعني بيان بومبي، ديروا فقط زوج. انا هنا المغارف تاعي يعني ما عمرتهمش مليح فدرت 3 مغارف. هنا راح نخلطها هكذا بارد في بارد، ونحط الكاسرونه تاعي فوق النار، يعني فوق نار هاديه. يعني مع التحريك حتى نتحصل على كريمه كيما راكم تلاحظوا البنات. بعدها نضيفو مغرف كبيرة من المارغرين هكذا، ونحرك يعني نخلط بيان حتى تذوب لي المارغرين تاعي. بيان سور هنا الكريمه كيما راكم تلاحظوا مازالها سخونه، راح نحرك بيان حتى تذوب كامل هذيك المارغرين كيما راكم تلاحظوا. نزيد هنا عطر ولا لا باتاغون تاع الليمون هكذا باش تعطيني يعني ريحه شابه، وتعطيني ثاني اون كولور هكذا كيما راكم تلاحظوا شابه. فوالا، وراح نصفي الخليط تاعي هنا. راح كيما قلت لكم الخليط مازال سخون، راح نصفيه مباشره، يعني ما تخليوش الخليط تاعكم ولا الكريمه تاعكم حتى تبرد باش تصفيوها، صفيوها وهي سخونه. فوالا. وهاد الكريمه البنات راح تجيكم شويه حامضه، يعني اللي ما يحبش الحموضيه راح تجي حامضه، بصح هنا يعني حنايا راح نديروها مع يعني مع الكيك. دوك تشوفوا معايا والكريمه الشانتيي، ف يعني الذوق راح يجي متوازن. فقط كما قلت لكم للامانه هاد الكريمه راح تجي حامضه، يعني اللي ما يحبش الحموضه يعني ما راحش يعني ما راحش تقدروا تاكلوها وحدها، لازم يعني تجي يعني يعني تقدموها هكذا مع كريمه الشانتيي ولا اي كريمه واحده اخرى، وتجي يعني يجي الذوق تاعها متوازن. هنا راح نجوزو البنات الكريمه الشانتيي. عندي بودره الشانتيي مع 2 علب من الياغورت، يعني اي ذوق. تقدروا ميم ديروا الممزوج، يعني اي نوع. نزيد نضيف الحليب، وراح نبدا نضرب الباتور يعني نطلع الكريمه تاعي البنات. هنا فقط بالنسبه للياغورت والحليب لازم يكونوا باردين. بهذه الطريقه يعني نقعد نضرب هكذا حتى تطلع لي الكريمه تاعي. نضيف هنا شويه من عطر الليمون. فوالا، حتى تطلع لي الكريمه تاعي. هاي ليك البنات. هنا يعني بالنسبه للقوام تاعها ما يجيش يعني متماسك مليح، ما تخليوهاش حتى تتماسك مليح. شوفوا كيفاش تجي. بالنسبه لكميه الحليب درت نص كاس حليب و2 علب ياغورت. فوالا، راح نعمر هكذا هاد لي بوش البنات، يعني نوجد كلش قدامي ونبدا نعمر في الكيسان تاعي. نجوز هنا لكريمه الليمون، يعني بعد ما خليتها بردت كيما شفتوا غطيتها يعني اون كونتاكت بهذاك البابي فيلم. هاي ليك هنا بعد ما بردت لي راح نبدا نعمر ثانيت هكذا هاد لابوش هذه البنات، ونبدا كيما قلت لكم نعمر الكيسان تاعي. فوالا، بيان سور الكريمه تاعكم من الاحسن تخدموها يعني وتخليوها على جنب كي تروحوا يعني تخدموا تبداو يعني في تحضير التحليه تاعكم تكون يعني واجده. هنا عندي هاد الكيك، اي كيك يعني عندكم، تقدروا ما ديروا بسكوي عادي. هنا قعد لي فقط وفتته بهذه الطريقه، وراح نبدا كما قلت لكم نعمر الكيسان. فوالا، طريقة سهلة بسيطة واقتصادية ثاني، وتجي بنينة يعني باردة سورتو مع الصيف.
تقدروا تقدموها هكذا لضيافكم، العائلة تاعكم، وتجي ميم بريزونطابل يعني كي تحطوها لضيافكم في السهرة مثلًا. هنا درت كيما شفتوا طبقة من الكيك، زدت طبقة من كريمة الشانتيي، وهنا نزيد طبقة من كريمة الليمون. فقط هنا كيما شفتوني ما كثرتش من الكريمة، كيما قلت لكم تجي بزاف حامضة فما نكثروش يعني بزاف. نديرو فقط طبقة هكذا رقيقة باش تعطي ذوق يعني التحلية تاعنا، يعني طبقة رقيقة هكذا راح تكفي. نزيد هنا طبقة من البسكويت، فوالا حتى نكمل كامل الكيسان تاعي. ونزيد ثاني من الفوق الكريمة بهذه الطريقة. كيما شفتوا هاد لي بوش يعني يساعدوكم بزاف، يعني بزاف عمليين البنات، احسن من انكم يعني تستعملوا المغرف. هنا عاودت زدت طبقه رقيقه من كريمه الليمون، وراح نزين هكذا بالكريمه الشانتي من الفوق. هنا كيما شفتوا الكريمه تاعي جات يعني شاده روحها. درت كاس من بودره شانتي عفوا، مع كاس غير ربع من الماء، يعني ما درتش نفس الكميه باش تجيني الكريمه تاعي شاده روحها كيما راكم تلاحظوا، باش يعني تجي الشكل تاعها شباب، مام المذاق يعني يجي بزاف بنين. هنا زينت هكذا بشرائح تاع الليمون، وهاوليك الشكل النهائي للتحليه تاعنا. صدقوني جات روعه وبنينه، يعني سورتو يعني كي تحطوها يعني في الفريجيدير لازم يعني تكون بارده، تقدموها بارده، صدقوني تجي روعه روعه. نتمنى تعجبكم الوصفة تاعنا لنهار اليوم، تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات. واذا عجبتكم بيان سور ما تنسونيش بجام، وكما قلت لكم تعليق شباب اللي يحفزني باش نستمر معكم. واللي زارت القناة لأول مرة نقول لك حبيبتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس، يعني لازم تفعلي الجرس هكذا باش يوصلوك يعني إشعارات الوصفات اللي نحطهم في القناة. وإلى هنا حبيباتي نأتي إلى نهاية الفيديو تاع اليوم. نتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم، وإلى فيديو لاحق وصفة جديدة إن شاء الله، ومع السلامة.